السلام عليكم. طبعا يمكن في ناس من اللي هتشوف الفيديو ده عارفه ان انا بشجع ليفربول من فتره، يعني من فتره طويله شويه، مش طويله قوي لكن من فتره حلوه يعني. ومن خلال متابعتي لفريق ليفربول اتضح ان في حاجه انا بلاحظها في الفريق. انا يعني عايز اتناقش معاكم بس عشان نعرف يا اخوانا يعني المشكله فين. هل المشكله في انا ولا في الفريق ولا فين بالظبط؟ المشكله دي يا صديقي تتلخص في الاصابات. فريق ليفربول هو من اكتر الفرق اللي بيحصل لها اصابات على مدار كل موسم. اللاعب بيتصاب مرة اللاعب الواحد بيتصاب مرة واتنين ويمكن تلاتة في خلال الموسم. ده غير ان انت بتشتري لعيبة مصابة جاهزة. يعني انت عندك مثلا لو هنبتدي نرجع من ايام زمان، انا مش عايز اجيب لك اسامي لعيبة من زمان، يعني انا هخليك في فترة مثلا في اخر 5 سنين. انت كان عندك واحد اسمه ادم للانا، كان لاعب انا كنت مسميه اللاعب البلوري. فاهمني؟ لان ده انا كنت بشوفه في الملعب مره كل سنتين مثلا. عندك كمان اوكسليد شامبرلين ده يعني من ساعه ما جبناه من ارسنال، يمكن في خلال 5 سنين لعبهم مع ليفربول يمكن لعب 5 ماتشات. عندك كمان تياجو الكانتارا اللي سبحان الله ما تعرفش الكانتارا ده كان بيطلع نار من بوجه ايام برشلونه وايام البايرن، رجع جه ليفربول ما بيشوفش قدامه. يلعب ماتش ايه، يلعب 3 دقايق يتصاب، يقعد 6 شهور مصاب بصدى. عندك جوتا بص البرنامج بتاعه من 3 سنين من ساعه ما وصل: 5 ماتشات اصابه 3 شهور، 5 ماتشات اصابه 3 شهور، 5 ماتشات اصابه 3 شهور. لما بيجت حاجه بص مستفزه. ده غير طبعا اللعيبه اللي بتتصاب عمال على بطال طول الموسم، بتلاقي كل شويه سجات منك 3 4 لعيبه بتتصاب وترجع وتتصاب وترجع وتتصاب وترجع. فانا مش فاهم هو يعني المشكله فين بالظبط. هل المشكله في مثلا في نقول في المعد البدني؟ طب الناس المعدين البدنيين اتغيروا على مدار مثلا 5 6 سنين اللي فاتوا، اتغيروا بتاع مرتين او 3 مرات، وبتجيب اسماء حلوه جو مدربين او احمال بدنيين كويسين جو في المجال، برضه اللعيبه بتتصاب. طيب مش هنقول المعد الفني، طب الدكتور اللي بيعالج اللعيبه بيشخص غلط فبيعالج اللعيبه غلط فبتنتكس، ما تعرفش. طب في حد فجري في النادي، في حد بيبقى نجس في النادي ده مثلا فاللعيبه بتتصاب من مكان. طب المفروض نذبح، يعني المفروض في بدايه كل موسم كده عم يورجن كلوب يروح مشتري عجلين 3 كده يوزعهم على الغلابه. طب المشكله فين يا جماعه؟ انا عايز افهم برضه. كمان انت عندك واحد زي محمد صلاح النهارده، يعني الحمد لله ربنا بيكرمه، الحمد لله ما بيتصابش كتير على مدار 7 سنين لعب فيهم مع ليفربول، ما اتصابش كتير. يقوم يرجع من اصابه اللي اتصابها مع منتخب مصر في كاس افريقيا، ويا دوب هو شارك بعد اصابه دييجو جوتا، ويا دوب شارك شوط ونص تقريبا او شوط وربع. فيقول لك النهارده ان الاصابه بتاعته انتكست ويمكن ما يلحقش يلعب المباراه بتاعت لوتون تاون. طب في ايه يا جدعان يعني؟ في ايه؟ طب يعني ما الناس تستحمى يعني. لو انت بتعمل حاجه وبتنام من غير طهاره استحمى يا سيدي. يعني انا مش فاهم، بصراحه مش فاهم. تيجي كمان مشكله ان يعني مش بس الاصابات، انت عندك كمشكله اداره ليفربول ان دايما مش عارفين مشكله الاصابات فين. وغير كده كمان لما بيجي يشتري لعيبه في سوق الانتقالات، المفروض ان ليفربول الاسطوانه اللي بنسمعها من 5 6 سنين او من 7 سنين ان ليفربول عندها محللين بيانات من افضل محللين بيانات في العالم، وبيعرفوا يختاروا اللعيبه اللي بيشتروها على المدى البعيد. ويقول لك احنا بنشتري لعيبه عارفين وضامنين ان هم على المدى البعيد بيتالقوا. طب ما مش عارفينهم على المدى البعيد بيتصابوا ليه؟ انت النهارده جبت واحد زي تياجو الكتارا ما نفعكش ب5 جنيه. عندك واحد زي ديجو جوتا بيقدم مستوى كويس وبيطلع نار من بوجه والكلام ده كله، ولكن بيتصاب كتير. ده انت عندك الناشئين بندوك وباجيجيتش باين ولا اسمه ايه ده، ما بيلحقوش يلعبوا ماتشين ويتصابوا. طب كيرتس جونز ناشئ بقاله 4 سنين، في ال4 سنين دول يعني لو يعني المفروض ان هو زي فودن، في نفس سن فودن، والمفروض ان هو مستقبل واعد زي فودن وكل حاجه. فودن النهارده انت بتشوفه ما بيغيبش ماتش تقريبا الا لو جوارديولا بيتحنك ويخليه دك، لكن ما شفتوش اتصاب. انت عندك كيرتس جونز النهارده بيتصاب يعني. يعني لنا الله يا اخوانا، استحموا يا اخوانا، يعني بخروا النادي، رشوا ملح على عتبة النادي، اعملوا اي منظر عشان الاصابات دي. حرام عليكم يعني. في مشجعين بص المرارة يعني ربي يعني مش عارف اقول ايه. السلام عليكم.